مساء الخير على الجميع، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل طريقه هريسه الشطه بطريقتين، هتعملوها بالطريقه بتاعتي وهتشوفوها وهتعجبكم ان شاء الله. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنا معايا الفلفل الحراق دوت، الفلفل الاحمر اليومين دول يا جماعه الحقوا جيبوه، الموسم بتاعه الايام دي دوت فلفل حراق، وفي منه اللي هو الرومي الاحمر. فانا بعمل هريسه الشطه بالطريقه ديت على طريقه مامتي الله يرحمها. هنا جبت الفلفل غسلته كويس جدا وصفيته في المصفى، وجيت هنا قطعت القمع بتاعه زي ما انتم شايفين كده. ولو انت عايزاه يبقى يعني اللي هو الفلفل ده بيبقى حار شويه غير الرومي، لو انت مش عايزاه حامي ممكن تفتحيه بالشكل اللي انت شايفاه ده كده وتطلعي منه البذر، وهو هيهدى شويه في الحرقان بتاعه. هنا خلاص هخلص كل الكميه زي ما انتم شايفين بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وبعد كده هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. هنا بقى انصح ان انت تلبسي جلافز عشان بيبقى حراق جدا، واحسن لك ان انت تلبسي جلافز عشان ايديكي تيجي على عينك ولا حاجه لا قدر الله. هنا معايا الكبه وبدات اخد الكميه بتاعتي واقصقصها بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وبعد كده هضربها وارجع لكم تاني عشان الصوت بتاع الكبه. هنا بقى خلاص كنت ضربتها في الكبه ونعمتها زي ما انتم شايفين. هنا هعملها بطريقتين. ازاي ما انا هتعملها بطريقتين؟ هنا هعمل هريسه شطه مطبوخه وهريسه شطه عاديه. ازاي بقى؟ ايه الفرق بين دي وبين ديت؟ الطريقه الاولانيه يا بنات، هنا انا قسمت الكميه نصين. الطريقه الاولانيه هعمل هحط عليها راس توم واحط عليها كمون وكزبره وملح، والتانيه بقى هعملها من غير الحاجات اللي انا قلت عليها ديت، هحط عليها ملح بس وزيت. ليه بقى؟ لان انا طبعا بستخدم في اكل معين بحط مش ببقى عايزه فيه توم، وفي اكل ببقى عايزه فيه والهريسه التانيه دي مش ببقى محتاجه فيها توم ولا توابل. وبرده نفس الطريقتين بتحتفظي بيهم عادي جدا من السنه للسنه، ومش بيحصل لهم اي حاجه، وبيفضلوا معاكي في الفريزر او في باب التلاجة محتفظين حلوين جدا وما بيجرالهمش اي حاجه. هنا اول طريقه هتعمليها ازاي يا ايمان؟ هنا انا نزلت بالطريقه الاولانيه بالملح وشويه من الزيت زي ما انتم شايفين بس كده، وبعد كده هقلبها. انما الطريقه الثانيه اللي هحط عليها راس توم والبهارات دي بستخدمها في البتنجان المخلل. عندكم فيديو انا كنت منزلاه عامله فيه طريقه البتنجان، بستخدمها بقى ديت، بستخدمها في السمك، بستخدمها في اكلات كتير، على الفول، في سلطه الطحينه، اكلات كتير جدا هتشوفوها معايا ان شاء الله. ديت بس حطيت عليها ملح وزيت بس، وحطها في برطمان لوحديها. وديت اللي انا قلت لكم اللي هحط عليها الثوم والبهارات، هنزل عليها بملح وكزبره وكمون. لو عندك بابريكا، انا ما كانش عندي بابريكا ساعتها، حطي شويه من البابريكا برده بتبقى حلوه، وحبه من الخل. هنزل بالملح والكمون والكزبره زي ما انتم شايفين كده، ولو في بابريكا ماشي. وبعد كده معايا ربع فنجان من الخل، هنزل بربع فنجان من الخل. عايزه تحطي ليمون مفيش اي مشكله. وهنا معايا راس توم مفرومه هنزل بيها برده على هريسه الشطه. هريسه الشطه دي يا بنات انا بعملها من سنين، حلوه جدا، بتفضل معايا من السنه للسنه، حلوه جدا في كل الاكلات، بتبقى سهله عليا ان انا اطلع منها واشتغل على طول في الاكل بتاعي. هنا نزلت بحبه من الخل شويه شويه، وهرجع اكمل تاني لان كنت انا عايزه ربع فنجان خل بس، وانا كنت ماليه الفنجان كله خل. هنا بقى قلبتها كده مع بعض، وتكون معاكي برطمانات مغسوله ومعقمه كويس جدا، وعشان تحطي فيها الهريسه وتقفلي عليها. ولو عندك زيت زيتون او زيت عادي مفيش اي مشكله، بس انا بحب احط عليها زيت زيتون. لو ما عندكيش حطي زيت نباتي عادي. هنا نزلت بقيت حبه الخل اللي كانوا فاضلين، حسيت ان انا عايزه كمان. والخل ما بيعملش حاجه، والملح الكتير ما بيعملش حاجه، ما تقلقيش حطي وما تقلقيش. هو مجرد الخل والملح ماده حافظه للهريسه بس، عشان ما يحصلش عفونه لا قدر الله ولا اي حاجه، بيحافظ عليها. هنا بقى كده كده معايا الطريقتين زي ما انتم شايفين، وهنزل بحبه من الزيت. ده زيت نباتي يا بنات، والزيت اللي هحطه على الوش هيبقى زيت زيتون اهو. نزلت بحبه زيت كمان اهو. هنا بقى معايا التانية اهيت اللي هي من غير اي حاجه خالص. هنا بقى معايا برطمان متعقم مغسول كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين. انا عندي البرطمانات كانت كبيره شويه، هنزل بيها بحبه من زيت الزيتون او الزيت العادي، وبعد كده هنزل
بالهريسه بتاعتي. اليومين دول الفلفل حلو جدا في الاسواق، الفلفل الاحمر بالاخص. الحقيقه خزنيه قبل ما يروح، لان هو بيبقى الناس اللي هم محبين الفلفل الحار برضو هو موجود ومتوفر زي اللي انا جايبه ده. هنا بقى انزلي بحبه ملح وما تقلبيش، يا دوبك تحطيهم على الوش، تحفظي الوش من اي حاجه تحصل للهريسه، عفونه او اي شيء. وبعد كده افرديه بس كده، وبعد كده هننزل عليه بحبه من الزيت الزيتون او الزيت العادي. يا دوبك بس وزعته كده على الوش، ما تخلطوش. هتقولي يا امان الملح كتير، لا 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 ما تقلقوش، الملح مش هيحدقها ولا حاجه، هتبقى عاديه جدا. هنا معايا زيت زيتون، نزلت كده ايه على الوش. انا الصراحه بحبها زيت الزيتون، بيديها طعم حلو كده، بيدي هريسه الشطه زي اللي بنجيبها من السوبر ماركت بالظبط. هقفل عليها بقى واحطها في باب التلاجة، وهسيبها بقى ايه. دي بقى المطبوخه دي عملتها ازاي؟ جيت حطيت طاسه على النار، وحطيت نزلت بيها في الفلفل اللي انا عاملاه بالتوابل كلها زي ما انتوا شفتوا، وسبته على نار هاديه خالص، شمعه يا بنات عشان ما يتحرقش منكم، لو اتلسع مش هينفع، هيبقى طعم وحش. النار تعمليها شمعه خالص لغايه ما تحسي ان الفلفل نزل ميته والميه بتاعته نشفت، تروحي شايلاه على طول فورا من على البوتاجاز، وتروحي جايبه البرطمان بتاعك المتعقم النضيف، وتروحي نازله برده بحبه من الزيت، وبعد كده تنزلي بالهريسه بتاعتك. دي بقى ممكن تعملي بيها الفلافل، ممكن تحطي حبه على الفول، التوم فيها مستوي، الناس اللي بتعاني من القولون ما يتعبهاش خالص، هيبقى حلو جدا معاها. غير التانية بقى نستخدمها في حاجات تانية كتير برضو، لما نكون في حاجات اكلات مش عايزين فيها توم، اهي اللي هي دي حلوه جدا في سلطه الطحينه، في البتنجان المخلل، اكلات كتير جدا. بصوا ريحتها اصلا وانا بعملها كانت تحفه، حلوه جدا وانا بعملها، ريحتها كانت حلوه قوي. وزي ما انتم شايفين كده، ونزلت بزيت الزيتون برضو، عشان الزيت يا بنات والملح بتحتفظ في التلاجة، مش بيخليها يحصل لها عفونه ولا يحصل لها اي حاجه. ولو عايزه تحطيها في الفريزر حطيها، بتقعد معاكي من السنه للسنه. لو انت في ناس بتقول ده البرطمان بيفرقع، لا يا جماعه، لو البرطمان الازاز بتاعه نوعه نضيف ما بيفرقعش ولا حاجه. كده خلاص كنت خلصت. لو عجبكم الفيديو مش تنسوا تتكوا على القلب الاحمر، وتدخلوا عندي على اليوتيوب على قناتي على اليوتيوب، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان كل وصفه جديده ان شاء الله اصورها وانزل لكم بيها، واكلات جديده باذن الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده، ودمتم بالف خير.